سيدات كتير بيعانوا من جفاف المهبل لدرجة انهم مش بيقدروا يستحملوا اعراضه وبيدوروا على اي حل يخلصهم من الالم والحكة اللي بتصيبهم نتيجة ليه. يبداوا يختاروا علاجات ليه في البيت، منها اللي تصيب ومنها اللي تخيب. ايه بقى الموضوع ده؟ خلونا نعرف في الاول ليه جفاف المهبل بيحصل. جفاف المهبل في العادي بيحصل للسيدات اللي في سن اليأس، لان هرمون الاستروجين عندهم بقى مستواه اقل من الطبيعي، فبالتالي الرطوبة اللي كان بيسببها في جدار المهبل بتقل والجدار نفسه بيبقى رقيق. بس مش ده السبب الوحيد، والدليل ان جفاف المهبل بيحصل لأكتر من سيدة في مراحل مختلفة من العمر. يعني مش شرط انه بيحصل نتيجة لانقطاع الدورة الشهرية، في كذا سبب تاني اهمهم: بعد الولادة، وقت الرضاعة، لو حصل تعرض للعلاج الإشعاعي أو الكيماوي، أو لو حصل استئصال للمبيض لأي سبب من الأسباب، استخدام بعض الأدوية اللي بتقلل هرمون الاستروجين واللي بيلجأوا له الدكاترة في علاج الأورام الليفية، أو في حالة بطانة الرحم المهاجرة، التدخين، الاكتئاب والتوتر. كل دي أسباب بتعمل جفاف للمهبل، وعلى الرغم من إنها أسباب قوية وشائعة، إلا إن أغلب الحالات جفاف المهبل المتعرف عليها بتكون بسبب حاجة من التلاتة: يا إما الاستخدام الغلط للغسولات المهبلية اللي في سيدات كتير بتستخدمها بشكل يومي، أو بسبب العلاقة الحميمة، أو بيكون بسبب مرض السكر. الأسباب كتير بس النتيجة واحدة، وهي حدوث جفاف في المهبل. وللأسف الجفاف ده بينتج عنه حاجات كتير تانية، واللي منها بنأكد تشخيص الحالة بيكون بعد الفحص، وبندي علاج على أساسها. إيه أعراض جفاف المهبل وإزاي هنعالجه؟ في الغالب الجفاف بيصاحبه ألم وحكة في المهبل، نتيجة لده بيكون فيه احمرار شديد، ممكن مع الوقت بيعمل مشاكل في المسالك البولية، غير المشاكل اللي بيعملها في العلاقة الحميمة. في إحساس بالألم، وممكن كمان يحصل نزيف بعد العلاقة. عشان كده علاج جفاف المهبل مهم جدا، ولازم ساعتها تلجأ لدكتور النساء عشان يقدر يشخص الحالة كويس ويشوف مدى تطورها عشان تاخد العلاج المظبوط، اللي يكون في العادة عبارة عن أقراص مهبلية أو لبوس مهبلي مع بعض الكريمات المهبلية اللي بتعالج الجفاف ده، وبرضه بتعالج الالتهابات.